تعالوا نعمل كيكة. عندي اكتئاب ومخنوقة ومش طايقة نفسي حرفيا ومش عايزة اعمل اي حاجة في الدنيا. تعالوا نعمل كيكة حلوة باردة يمكن تطلعنا من المود الخرا اللي احنا فيه دوت. يلا ندخل كده على الفيديو بقلب جامد ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد اجمعين. يلا بينا نشوف هنعمل الكيكة بتاعتنا ازاي. اول حاجة معانا بيضتين. ما تركزوش وما تسمعوش صوت المهرجانات اللي بره، علشان انا لو خرجت هعجنهم حرفيا زي ما بعجن الكيكه اللي انا بعملها دي. تعالوا نوقف الصوت بتاع الفيديو علشان ما توجعوش دماغكم بالصوت اللي بره. صلوا على النبي، ادعوا لي دعوه حلوه ربنا يريح قلبي ويريح بالي. حاسه ان نفسيتي زي الزفت اليومين دولت، مش عارفه ليه، او انا عارفه ليه بس مش عارفه، زعلانه زياده عن اللزوم او متضايقه قوي. فادعوا لي كده ربنا يريح قلبي وبالي ويطلعني من اللي انا فيه ده، وابتدي اشوف شغلي واشوف بيتي واشوف حياتي، لان حرفيا انا موقفه كل حاجه. يلا بقى نصلي على النبي تاني كده بنيه صلاح الحال وراحه البال وراحه القلب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا سيدنا محمد. تعالوا نوقف الصوت ونشوف الفيديو هيمشي معانا ازاي. تقريبا كده انا كنت مفكره ان الكيكه دي هتطلعني من اللي انا فيه، بس اقسم بالله ولا طلعتني ولا اي حاجه، بس والله 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 ابهرتني بالنتيجه بتاعتها. حرفيا كنت بعملها يعني اللي هو كده تيجي بقى زي ما تيجي، مش مركزه في مقادير، مش مركزه في اي حاجه، بس طلعت حلوه جدا 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 وطعمها خطير جدا جدا جدا. حطينا 3 بيضتين، حطيت عليهم نص كوبايه من السكر، حطيت كوبايه كامله من اللبن، حطيت رشة من الفانيليا. بصوا ولا محضرة حاجة ولا محضرة مكونات، اكيد يعني انا لو محضرة مش هحط فانيليا من الكيس كده بالطريقة دي. احط كوباية من الزيت، ويكون كوباية صغيرة او نص كوباية من الكبيرة، دي كوباية القهوة. حطيت كوباية من الزيت، هحط كوباية من الدقيق. نقول مقاديرنا تاني: كوبايتين بيضتين، عليهم كوباية من اللبن، عليهم نص كوباية من السكر، عليهم كوباية دقيق، عليهم كوباية زيت، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو، عليهم رشة فانيليا، وكيس بيكنج باودر. ده كل المكونات بتاعتنا. نضربها كويس جدا بالمضرب او في الخلاط او بالمضرب اليدوي عادي، كلهم هيدوكي نفس النتيجة حرفيا. ضربتهم كويس جدا جدا في قلب بعض، وانا قمت اعمل الكيكه دي وانا يعني عصر على نفسي ليمونه. انا موقفه كل حاجه، موقفه شغلي، موقفه عايزه انضف الشقه بتاعتي، عايزه اعمل حاجات كتير قوي قوي قوي، مش عارفه مالي، يعني مش عارفه ليه انا مش فاهمه نفسي بصراحه. فانا سيبني طلب مني الكيكه دي فقمت عملتها علشان خاطره. جبت بقى الطاجن دوت ودهنت الارضيه بتاعته سمنه، وبعد كده هفضي الخليط بتاع الكيكه وهخبط خبطتين 3 كده علشان اطلع الهواء اللي في الكيكه. دي اول طبقه دخلتها في الفرن على درجه حراره 180، وعقبال ما تستوي تعالوا نعمل الطبقه التانية. والطبقه التانية عباره عن 3 معالق من الكريم الجانتيه، عليهم كوبايه من اللبن او الحليب الساقع. طيب لو انا عندي كريم جانتيه سايب عادي من عند العطار، ممكن تجيبي الباكت اللي هو بتاع دريم ده، خطير خطير ومضمون جدا جدا جدا، وقوامه بيبقى حلو جدا، احلى 100 مره من اللي انا استخدمته. هضربهم كويس جدا بالمضرب، وزي ما انتم ما شايفين وشي حرفيا ما تعدلش. دايما بستغفر طول ما انا قاعده. عندي حاله كده غريبه، يعني انا داخله في حاله كده غريبه، مش حاسه انا متقمصه الزعل قوي قوي قوي، مش عارفه ليه. عايزه اقول لكم ان النهارده اقسم بالله قلت انا يعني هصلي ركعتين لله عشان اطلع من اللي انا فيه، من كتر ما انا ما مندمجه في المود اللي انا فيه. عملنا بقى الطبقه التانية، وبعد كده هدخلهم التلاجة او الفريزر لمده ربع ساعه. الكيكه بتاعتي كانت خلصت، وبعد كده هخرمها كده او هدي فيها نغزات بالشوكه. بعد كده هنزل اسقيها بكوبايه من الحليب، ويكون الحليب عادي يعني بدرجه حراره الغرفه. بعد كده هنزل بالكريم بتاعي،
ودي كده الطبقة التانية. برضو هروح احطها في التلاجة لحد ما اعمل الطبقة التالتة. الطبقة التالتة كانت عبارة عن شوكولاتة خام سيحتها. انا ما بحبش الشوكولاتة، يعني انا من الناس اللي ما بحبش الشوكولاتة، فخففت الشوكولاتة بتاعتي بشوية لبن علشان تديني الميكس ده. لو انت بقى يعني لو ايه هو الميكس ده يا دعاء، اللي هو نقلب الكريمي جونتيه كاكاو، انتوا فاهميني؟ مش عايزه تبقى الشوكولاته اوفر قوي على الوش. لو انت بقى بتحبي الشوكولاته زي ما انت مش زيي، خلي الشوكولاته بتاعتك تقيله واعملي طبقه كامله من الشوكولاته. هديها شكل كده بالمعلقه، وبعد كده برضو ادخلها التلاجة لمده ربع ساعه واطلعها. بجد كانت خطيره، طعمها حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. انا عن نفسي عشان عاملاها مش بتشجيعة قوي او مش بنفس، لان انا بالنسبه لي المطبخ ده يعني حاجه مقدسه، لازم ادخل كده وانا نفسي مفتوحه ومنشكحه ومبسوطه، وبعمل الاكل بنفسي جدا جدا وبحب جدا جدا جدا. بصراحه الكيكه دي ما كنتش بعملها بكل اللي انا بقول لكم عليها دي، بس طلعت خطيره اقسم بالله. يمكن هي طلعت حلوه كده عشان ربنا عايز يكبر بخاطري، لان لو طلعت وحشه انا كنت هزعل. فبصوا بقى جمالها وحلاوتها، حلوة جدا، مكوناتها بسيطة جدا جدا جدا. جربوها والله العظيم وهتعجبكم وهتدعولي. لايك وشير وكومنت حلو ومتابعة، بالله عليكم اعملوا متابعة للصفحة علشان